السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. قبل ما نقول الفيديو بتاعنا النهاردة نصلي على حبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واتمنى من الله اللي ما اشتركش في قناتي يشترك وتشجعوني ان شاء الله. اتمنى دعم لسه بالقناة عشان نستمر معاكم ان شاء الله. قابلتني مشكلة النهاردة اني لقيت عندي رومية وشها نفخ. وشها نفخ دي بتبقى عملية خطر، انك انت لو سبناها المخاط هيفضل يكتم في نفسها، فالشر بره وبعيد تموت. عندي ليها حلين، هنعمل النهارده حل وهنعمل فيديو جاي حلتين. اول حاجة ان انت لازم هتحطي في المية بصل، وكم معلقة تبشري بصلاية، وهتحطي معلقة كمون ومعلقة كزبرة ومعلقة حبة البركة، هتحطيهم في العليقة اللي انتي حطاها. حاطة علب بقى، وحاطة فول صويا، وحاطة فول مدشوش. انا حاطة كده، وهي الوصفة حطيتها لهم عشان ياكلوا. تحطي الوصفة دي كلها، التركيبة دي مع بعضين. دي مقطع اللمبة كشف. دي وصفة مهمة جدا. تحطي البصل مع معلقة كزبرة مع معلقة كمون مع معلقة حبة البركة، وتخلطيها مع العليقة بتاعتي. دي بعون الله حلوة جدا، لأن البصل مضاد حيوي، هيفتح نخاشيش الرومية وهيخليها تعرف تتنفس، وده مضاد حيوي رهيب جدا. أما كمان الكزبرة والكمون دول من الحاجات اللي مضادة للبرد بإذن الله رب العالمين. وزي ما انتوا عارفين ان حبة البركة مفيدة جدا وبتقي من أمراض كتير. دي هنحطهم على العليقة. أما المية فتحطي، أنا لسه حاطة ضربة ليمون هنا وحطه لهم. تضربي ليمونة، نص ليمونة بس، المهم تبقى تخلي التركيز عالي. ليه؟ يعني ما تخليش الحاجة خفيفة. هيشربوا الليمون، تبقى انت كده حطيتي مضادات حيوية رهيبة جدا. أما بقى الرمية فهنجيبها. انا هنعمل لها ايه؟ هنبتدي نعصر هنعصر الجزء المنفوخ ده. هتجيبي كده وتعملي كده، المخاط اللي هيطلع ده تمسحيه. ده انت بتفتحي لها نغشيش، يعني بتطلعي. بصي، ده هيخليها تتنفس. زائد بقى ان انا برضو مش هكلفك، هتجيبي اي مرهم مضاد حيوي، اي مرهم، ما تكلفيش نفسك، الموجود عندك في البيت. وهتدهني الجزء ده كله كده. ده مضاد للالتهاب. دي طريقة بس هتعطس دلوقتي، لان دي انا ريحتها. لو تتك على الخشيش كده وتخرجي المخاط من انفها، ده بيريحها، بيخليها تعرف تتنفس. مع كل اللي انا عملته ده هنشوف النتيجة بتاعته ان شاء الله بعد ساعتين 3 كده، نشوف اثر فيها ولا لا. كده هعمل لكم فيديو بقى ازاي نحقن الرومية وازاي نسحب المخاط، لو انت حابة تسحبيه بالسرنجة، مش انك انت تضغطي بايديك. يعني في ناس ما بتحبش تضغط بايديها. هوريكي ازاي هتحقني والمكان اللي هنحقنه في الفيديو الجاي ان شاء الله. تابعيني، واسيبكم دلوقتي في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.